عمرك حسيت إنك بتحاول تتغير بس كل مرة بتفشل؟ تقرر إن أنت تبطل عادة معينة أو تتصرف بشكل مختلف وتلاقي نفسك بعد شوية رجعت تاني لنفس النقطة. المشكلة مش فيك، المشكلة إنك بتحاول تعالج النتيجة مش السبب. أهلا بيك، أنا ميشيل يعقوب، لايف كوتش معتمد من The Life Coaching College ملبورن أستراليا. أنا مؤمن من كل قلبي إن لكل واحد فينا رسالة خاصة وحلم ربنا زرعه جواه. علشان كده القناة ديت معمولة ليك، علشان أساعدك تكتشف حلمك وتحقق رسالتك وتعيش الحياة اللي تستحقها. أغلب الناس فاكرة إن الحل هو إن أنا أشجع نفسي، أقول أشد حيلي، أركز أكتر، أكون أقوى. لكن صاحبي، المشكلة الحقيقية إنك بتحاول تغير السلوك من غير ما تفهم هو جاي منين أصلا، وده بيخليك تلف في دايرة مقفولة، تحاول، تفشل، تحبط وتبطل شوية وبعدين تبدأ من الأول تاني. هي دايرة ما بتخلصش. تخيل معايا واحد عنده صداع مزمن، كل يوم بياخد مسكنات وكل مرة الوجع بيرجع. هو مشكلته مش في الألم، مشكلته في السبب اللي بيخلي الألم ده يظهر، ولكن هو بيركز على الألم بس، علشان كده مش بيحل حاجة. نفس الفكرة مع السلوك. انت مشكلتك مش انك بتغضب بسرعة او بتتكلم بطريقة سلبية او بتسوف كتير. المشكلة في الفكرة اللي ورا السلوك ده، في اعتقاد ما جواك انت مش واخد بالك منه. السلوك الظاهر قدامك ده آخر محطة، لكن الرحلة بدأت من زمان جوه في عقلك الباطن. العقل الباطن هو اللي بيخزن المعتقدات والصدمات والصور القديمة عن نفسك وعن العيلة اللي حواليك وعن المجتمع وعن نظرة الناس ليك وعن كل حاجة. لو جواك معتقد مثلا بتقول أنا فاشل، حتى لو بتحاول تكون ناجح هتفضل تتصرف على أساس إنك فاشل. لازم تشتغل على المعتقد مش السلوك، تشتغل على البيليف سيستم بتاعك، المايند سيت بتاعك. الكتاب المقدس بيقول لنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يعني التغيير الحقيقي بيبدأ من الذهن، من جوه مش من بره، مش من تصرفات جديدة، لكن من فكر جديد، نظرة مختلفة لنفسك وحقيقة أنت مين في المسيح.